عزز النجم الساحلي موقعه في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بفوزه على مضيفه المريخ السوداني ب2-1 في الجولة الثانية. في القلعة الحمراء دقت طبول المواجهة بين نجم ونجم. المريخ بجمهور يعول المدرب على مساندته كما يعول على لاعبيه يستضيف النجم الساحلي في مواجهة سودانية تونسية تديرها صافرة مغربية. المباراة بدأت بلا مقدمات حينما وجد علي البريكي نفسه في مواجهة جمال سالم حارس مرمى المريخ، فلعب كرة لامست القائمة دون أن تهز الشباك. أصحاب الأرض لجأوا إلى سلاح الكرات الثابتة، فسدد السمان الصاوي كرة أبعدها أشرف كرير، وعلى نهجه جاءت المحاولة الثانية التي مرت يمين القائم. رد النجم جاء عمليا، مخالفة رفعت على رأس البرازيلي أكوستا فحولها إلى هدف أول لفريق جوهرة الساحل. المريخ سعى لإدراك التعادل، لكن كرة السماني انتهت بين يدي الحارس. ما بحث عنه المريخ في الشوط الأول أدركه في الثاني عندما نجح بكر المدينة في إعادة المباراة. بعد الهدفين تحولت المباراة إلى مهرجان من الفرص الضائعة، هجمة يقودها النجم فتنتهي دون تغيير النتيجة، وأخرى يرد بها المريخ أملا في كسر طوق التعادل. في الوقت المبدد قال النجم كلمته. البديل الجزائري عامر بوعزة خطف هدف الفوز ليحلق النجم بالنقاط، معيدا خلط أوراق المجموعة الأولى بعد تراجع المريخ إلى المركز الثالث خلف الهلال. المريخ كان الحقيقة كان في مستوى الحدث على مستوى امتلاك الكرة، ولكن اللي عمل الفارق هو قراءتنا الصحيحة لإمكانيات المريخ، وخاصة الاعتماد على كتلة في منطقة متوسطة. وبالتالي خلينا نقول لك اللي الإمكانيات الهجومية واللي ليست بالهينة بالنسبة لفريق المريخ عرفنا كيف نمتصها، وكانوا أمام زوز حيوط، يعني حائط أول ب4 لاعبين ثم حائط آخر، واعتمدنا طبعا على الهجمات السريعة اللي وفقنا ربي فيها. أعتقد أن الفريق كان يلعب على الاستحياء وذلك أمر مؤسف، وأعتقد أننا كنا نستحق على الأقل نقطة التعادل على ما قدمنا في هذه المباراة. الآن علينا أن نعود إلى العمل وأن نحاول أن نفوز المباريات خارج الميدان حتى نكون على الأقل في المرتبة الثانية، لأن النجم الساحلي سيتصدر المجموعة وعلينا أن نفوز بالمباريات خارج أرضنا. وضمن المجموعة ذاتها اكتفى الهلال السوداني بالتعادل سلبا مع مضيفه فيروفياريو